الماتش ده متفقين عليه، منتخب الجزائر متفق مع النمسا على التعادل وان ما حدش يكسب التاني. اصل ما تقنعونيش مستحيل، هو التعادل يخدم الاثنين. التعادل بالنسبه لمنتخب الجزائر هصعد في المركز الثالث وده افضل له من المركز الثاني، وانا شرحتها لك. اروح العب سويسرا بدل ما اروح العب المنتخب الاسباني، فهو عايز يتعادل. هتقول لي طب النمسا مستفيده ايه؟ ما النمسا التعادل هيصعدها برضه مركز ثاني، وكده كده هتلاعب اسبانيا، ما لو كسبت نفس الوضع فمش فارق معاها. هتقول لي طب ما النمسا تكسب يا عم، هي فارق معاها ايه ان الجزائر يصعد؟ ما هو الاتفاق هنا ايه بقى؟ تحس ان الاتفاق ان هو ما تسجلوش فينا ما تكسبوناش عشان احنا ما ندوسش ونكسبكم. ما هو النمسا لو خسرت تخرج بره، فالتعادل يرضي جميع الاطراف، فتحس ان في اتفاق في الماتش. يعني انا مش متاكد، هنزل لك الفيديو والدقيقه دلوقتي زي ما انت شفت اهي 67 وانا بقول لك الماتش ده يخلص تعادل مهما كان. تيجي تبص لها من كل الاتجاهات. ليه منتخب الجزائر مقعد لوكا زيدان؟ ليه مقعد لوكا زيدان والحارس اللي موجود ده اضعف منه بكتير قوي؟ وشفنا الجول الاول. مقعد لوكا زيدان ومريحه ليه؟ غريبه جدا. تيجي تبص برضه مقعد ريان ايات نوري ليه ومريحه؟ افضل باك ليفت موجود في الجزائر بفرق كبير جدا، مريحه عادي جدا. مقعد بوداوي من نص الملعب ومريحه، مريح اكتر من لاعب. تيجي تبص الناحيه الثانيه النمسا، الابا اللي هو بالنسبه لهم الكابتن وافضل لاعب في تاريخ النمسا يعتبر، وبالنسبه لهم زي محمد صلاح عندنا كده، زي رياض محرز في الجزائر ولاعيب كبير قوي، بيخرجوه النتيجه 2-2. طب افرض اتخبطت جول، افرض جه فيك جول دلوقتي، ما انت هتخرج من المونديال. لكن تحس ان الدنيا ماشيه بالحب. ومنتخب الجزائر ما بيسجلش انه يتقدم، جبتوا فينا جول هنهاجم ونرد نجيب جول، ما جبتوش فينا احنا ماشيين الدنيا بالحب، احنا عايزين نتعادل وانتوا عايزين تتعادلوا. هل بقى ترى هتخلص بالحب لحد الاخر، ولا منتخب ممكن يغفل التاني وساعتها يبقى منتخب النمسا مش الجزائر؟ الجزائر مش عايزه تكسب، مكسب الجزائر تروح تلعب اسبانيا تخرج من المونديال، لكن تخوص تعادلهم هيخليه لاعب سويسرا الدنيا حلوه والدنيا جميله قوي والدنيا لطيفه، واكسب وبعد كده هلاقي نفسي بلاعب كولومبيا ولا غانا والطريق وردي لحد دور الثمانيه. فالمكسب الجزائر مش عايزه المكسب، الجزائر لو الجول فاضي قدامها مش هتسجل، لكن لو دخل فيها جول هتهجم بمنتهى القوه عشان تجيب التعادل. النمسا التعادل زي الفوز، هل يغفلوهم في الاخر ولا الاتفاق ايه، ولا مفيش اتفاق وهي دايره بالحب؟ ما تعرفش. قول لي رايك في الكومنتات. انا شايف ان الماتش هيخلص تعادل، وتعادل 2-2، محدش هيسجل تاني. الوحيد اللي هينام معيط من كل الكلام ده هو منتخب ايران، لان منتخب ايران لو واحد كسب يصعد، لو اي حد فيهم كسب التاني خلص التعادل المنتخب الايراني يودع رسميا. فايران هي الوحيده اللي هتعيط النهارده، والدنيا ماشيه بالحب وبالاتفاق. رياض محرز صنع جول وسجل جول وعمل ارقام كويسه بالنسبه له، والمنتخب الجزائري ان شاء الله هيصعد في المركز الثالث ويلاعب سويسرا.